دلوقتي احنا عايزين نتكلم في حق مدرستنا. دلوقتي بتوع 24 اللي احنا طلعنا يا جدعان معاهم جينا هنا وهتفنا نفس اللي عملوه، بس كانت الزياده في ايه؟ في اولياء الامور. اولياء الامور كل واحد جاب 4 اولياء امور، واحنا كان معانا يعني كان معانا ولي امرين وجم، واول بس ما طلعوا خدوا يعني هم 24 وانتوا ايه؟ احنا دلوقتي كنا 24 والطائف والسلام. اللي عملوه ايه؟ خدوا 24 وسابوا الطائف والسلام. ده مش عدل. احنا عايزين نروح مدرسه نظيفه. احنا المدرسه اللي فيها مش كويسه. احنا اول يوم اتبهدلنا. يعني انتوا برضه ودوكوا الاهرام برضه؟ احنا اول يوم دخل علينا ناس واتاخد مننا فلوس. ثاني يوم اولا الحوش مش كويس. ثاني حاجه الحمامات زباله. ده ناقص بقى ان هما اول اللي يجي متاخر 5 دقايق يقول له روح نظف الحمامات، ومفيش معامل كويس. احنا قدمنا في مدرسه الاسماعيليه التجريبيه للغات. تمام؟ لا مش 24. مدرسه الاسماعيليه التجريبيه للغات اللي هي مش اسم محدد. لا ما بنطلقش عليه. هي اسمها التجريبيه الاسماعيليه، واتقبل ورق ولادنا. مش من حق اي حد ان هو ينقل ورق ولادنا لمدرسه ثانيه وبمسمى ثاني. ولكن احنا حين قالوا هنفصل البنات عن الولاد قلنا خلاص. فوجئنا ان في بعض الولاد عملوا مظاهره واتنقل بعض الولاد مره ثانيه لمدرسه الاسماعيليه التجريبيه، وولادنا 3 فصول مدرسه تفتح على 3 فصول ازاي؟ ولا فصلين حتى. ازاي يفتح مدرسه حضرتك ولا اي معمل ولا اي مختبر ولا اي حاجه، ومدرسه تجريبيه يعني مصاريف كتير ويعني امكانيات عايزه امكانيات. احنا بندخل ولادنا عشان يتصوروا ولا يتاخروا. حضرتك وبعدين احنا عايزين نتكلم حاجه في موضوع المدرسه دي. احنا مش شايفين حد يعني بعد اذن حضرتك دلوقتي ايه؟ ان احنا طول عمرنا بندفع مصاريف زينا زي 24 واكتوبر والسلام. ال3 مدارس دول بيدفعوا مصاريف زي بعض. مصاريف التجريبات كلها بتنزل مع بعض سوا واحد. طول عمرنا بندفع زيهم. ازاي يفضلوا دول عن دول؟ احنا زيهم بالظبط. هم رجعوهم المدرسه. رجعوهم مدرسه. اقول لك ايه؟ احنا المدرسه فصلين بس. في مدرسه تنشأ على فصلين. هيجيبوا مدارس. اولا هيبقى كثافه. والمدرسين جايين منين؟ موضوع المدرسين انا عايز اقول حاجه بس. احسن استاف في الاسماعيليه وموجود. مش هنقدر استاف المدرسين في الاسماعيليه ومش هنقدر نتكلم عليهم لانهم مدرسين محترمين، بس احنا اللي بنقوله موقع المدرسه والامكانيات بتاعت المدرسه. حاجه ما ينفعش مدرسه بعد كده لما هيلاقوهم فصلين طبعا مش هتبقى كثافه المدرسين هي وهتبقى صفوه المدرسين وكل اللجان وكل الدوريات وكل الاهتمام بالمدرسه الرئيسيه. ولادنا هيتنفوا وولادنا هيضيعوا في المدرسه دي. ما حضرتك ازاي نخش مدرسه لا معمل كمبيوتر ولا معمل علوم ومفيش مراوح ومفيش ملعب. الملعب رمل. ازاي نلعب على ملعب رمل والملعب صغير؟ دلوقتي مدرسه 24 مش بنات اللي